بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأكارم، أينما كنتم وأينما كانت مواقعكم عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، حيث المباراة الكبيرة هنا في ملعب البنتو فيا مارين هنا في قلب الأندلس، حيث المباراة الكبيرة المنتظرة بين الحالمين، بين الطامحين هنا في هذه المباراة. ريال سوسيداد الفريق الذي يأتي ضيفا على ريال بيتيس في هذه الجولة 31 من بطولة الدوري، حيث المباراة التي تجمع بين الفريقين في ضيافة ريال بيتيس، في ضيافة فريق هذا الرجل السيد مانويل بيلغريني المدرب تشيلي، الرجل الذي يعلم تماما بأن المنافس في هذا المساء هو الأفضل، المنافس هو القادم من المركز الرابع في بطولة الدوري، يواجه صاحب المركز الخامس في بطولة الدوري. حالة من التقارب على مستوى المركز هنا في جدول الترتيب، ولدينا هنا هذا الملعب الرائع، لدينا ملعب المباراة الذي يستضيف هذه المباراة. والحديث يا سادة عن ملعب البنتو فيا مارين، هنا هذا الملعب الذي افتتح يا سادة في عام 1929، الملعب التاريخي الذي جدد في 3 مرات، 82 وعام 2000 وعام 2017. واحد من الملاعب التاريخية، واحد من الملاعب التي استضافت طبعا بعض المباريات في بطولة كأس العالم 82. دقيقة صمت هنا في هذه اللحظات في ملعب المباراة. نعم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، كانت هذه دقيقة الصمت ودقيقة الحداد على رحيل لويس ماركيز مارتن، اللاعب الكبير الذي حضر ومر في فترة من الفترات يا سادة بهذا الكيان. أتحدث عن ذلك اللاعب الذي حضر في يوم من الأيام لاعبا لريال بيتيس في أكثر من 200 مباراة خلال التسعينيات من القرن الماضي، اللاعب الذي لعب لبلد الوليد بعد ذلك، وبالتالي رحل مشاهدين خلال 17 من أبريل الحالي هنا في أسبانيا. إذن مباراة متابعين في كل مكان تبدأ الآن بصافرة حكم المباراة السيد أخوان مارتن منويرا، الرجل الذي يدير هذه المباراة، صاحب 40 عام، حكم هذه المباراة. طبعا الرجل الذي يتواجد في مباراة 15 في هذا الموسم في بطولة الليغا الأسبانية. لكن دعونا في المباراة، في أجواء المباراة الكبيرة. كرة ملعوبة من الجهة اليسرى، مرة أخرى هنا من الجهة اليسرى إلى الأمام، هنا العرضية المرسلة من الجهة اليسرى لمصلحة فريق ريال بيتيس، لكنها تستخلص. عودة بعد ذلك إلى الوراء، انطلاقة بعد ذلك من اليسار، ويليام كارافاليو يمضي بالكرة، يا سلام على المحاولة المرسلة العرضية الخطيرة، ولكنها لم تستكمل هذه الكرة. مرة أخرى من جديد هذه المحاولة وهذه الكرة المرسلة لمصلحة ريال بيتيس. واحدة من المباريات المهمة جدا لهذين الفريقين من جانب ريال بيتيس تحديدا، الفريق الذي مشاهدين متابعين يلعب في هذه المباراة، وهي واحدة من المباريات التي تقرب من الحلم الكبير. هنا كرة إلى الأمام خطيرة، ولا تزال حكم المباراة يأمر بالاستمرار. واحدة من المباريات التي يخوضها الفريق على أرضية ملعبه، بالتالي يا لها من فرصة
يا لها من فرصة لهذا الفريق على أرضية ميدانه، يبحث عن مقعد هناك في بطولة دوري الأبطال. المقعد لن يأتي من خلال هذه الجولة، وإنما من خلالها سيقلص الفارق بينه وبين المنافسين. اليوم ريال بيتيس ب48 نقطة. اليوم ريال بيتيس يبحث عن المركز الرابع أمام ريال سوسيداد. اليوم ريال بيتيس يبحث عن نقاط المباراة الثلاث، يبحث عن طبعا تقليص الفارق. فيما لو فاز، لنضع افتراض، فيما لو فاز هذا الفريق يصل إلى نقطة رقم 51 والنقطة رقم